المرحله الاولى بنسلم الشقه في المرحله الاولى. طب ما بيظهرش الجمال بتاعكم ليه لما تسمعوا باستقبال كود ذهبي؟ لو ركبت على الحيطه بتقع، لازم يتعمل لها علفه من الخشب تحمل عليه. العلفه هنا حوالي 8 سم. طبعا عشان تقدر تتحمل دي قاعده اولى. في قاعده ثانيه عباره عن قاعده فقط لا غير، عباره عن ليفنج واحد وليفنج اثنين، وعباره عن سفره، وعباره عن مطبخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم مهندس ابراهيم من شركه المعمار الذهبي. النهارده احنا في زهراء المعالي معانا فاستبقى قدام موقع من مواقعنا، بس الموقع دوت عباره عن مرحلتين. احنا دلوقتي في المرحله الاولى بنسلم الشقه في المرحله الاولى. تعالوا بس معايا كده، ده المدخل بتاع الشقه الوضع الحالي. في مدخل بالشقه في اليمه الثانيه، تمام. الشقه ديت العميل طلب انه يضم الاثنين على بعض، فاحنا اشتغلنا في الشقه الاولى دي المرحله الاولى. هنشرح كل حاجه فيها طبعا، وان شاء الله كده لما نخلص المرحله الثانيه هنعمل فيها فيديو برضه. لو جينا نبص على مدخلنا من الشقه من هنا، عندنا هنا سفره. طبعا التطبيق الحالي اللي بيحط هنا عباره عن جزء بديل خشب وبديل رخام. طبعا البديل الرخام ما بيظهرش الجمال بتاعكم ليه لما تسمعوا باستقبال كود ذهبي. واستقبال الكود ديت بتخلي يبقى منظره اجمل طبعا، تمام. كده طبعا بدأنا بديل خشب وبديل خشب وبديل رخام في الوسط، تمام. هنا الجزء اللي هنا برضه ده عباره عن قاعده، تمام. طبعا بعض العاملين يحتاج الجزء ده كله عباره عن مرايه زي ما حضرتك شايفين. المرايه ديت فيها شرف ليزر، تمام، عباره عن مربعات، تمام. طبعا المرايه دي مرتاحين فكره على الحيطه. لو ركبت على الحيطه بتقع، لازم يتعمل لها علفه من الخشب تحمل عليه. العلفه هنا حوالي 8 سم. طبعا عشان تقدر تتحمل المرايه دي، تمام. طبعا كده احنا دي قاعده اولى. في قاعده ثانيه فيها ستيجنج هنا. الوحده الاولى دي عباره عن قاعده فقط لا غير، عباره عن ليفنج واحد وليفنج اثنين، وعباره عن سفره، وعباره عن مطبخ، وباقي الحمامات والغرف في جزء الشقه الثانيه. هنا معانا هنا جزء الشاشه ده الليفنج الثاني. عملنا هنا الشاشه عباره عن بديل رخام وبديل حجر. بديل حجر طبعا لازم في عرسه تدرج بره بديل الرخام عشان خاطر يبقى الجزء ده بره. وهنا عملنا وحده خشب تحت. طبعا الجزء الفارغ ده هيبقى فيه وحده خشب حرف ايه. وحده الخشب دي عملنا القرارة بتاعتها تحت، وعملنا القرارة بتاعتها من فوق الخاصه بوحده بالوحده بتاعت الخشب. هنا طبعا عندنا هنا الجزء ده كله عباره عن استلبات خشب فيها غاب مسي لسن على المطبخ. يبقى الانسان هنا كده الغاب الغسل ده يستنى على المطبخ. طبعا زي ما اتفقنا الجزء الوحده كلها دي كلها عباره عن مطبخ وسفره وقعده. المطبخ هنا عباره عن مرايه عالي، عملنا طبعا كرات سينماتيك. طبعا الجزء كله فيه كاميرات، الشقه كلها فيها كاميرات. وعملنا طبعا هنا اسسنا دي عشان في تسريب من الخارج عن الجهه الاول. هنا عندنا مطبخ مأسسين الهود، وعملنا تأسيس برضه هنا للشفاط اللي كانت في الوسط موجود معانا، تمام. ده كده أجزاء المرحلة الأولى. إن شاء الله بإذن الله المرحلة الثالثة هي أوضح من كده في الغرف. لأن إحنا المدخل ده أصلا هيتشطب معانا. المدخل ده هيكون متشطب والباب هيترحل بره خالص، والجزء الثاني هيبقى عبارة عن غرف وحمامات للوحدة، هيبقى عبارة عن البنتين منضمين إلى بعض. معانا برضه في بلكونة، عملنا البلكونة كلها حجر طبيعي. البلكونة هنا عملنا حجر طبيعي وادينا له حجر طبيعي زي ما حضراتكم شايفين كده. الحجر الطبيعي ده كله طبعا اختيار العميل. وبعد كده عملنا له زي نظام لميع كده عشان خاطر اللمعة بتاعته لمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.